السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ هاني نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة فطوركم وعواشركم مباركة على الجميع. رجعت معكم موضوع جديد وفيديو جديد. غادي نهضروا على القضية ديال الصلح والقضية ديال الإفراغ، يعني القضية ديال الصلح وديال الإفراغ. ولكن غادي نبدا بواحد الموضوع اللي تال الانتباه ديالي، هو الموضوع ديال ابن الأخ بابا علي، الأخ المتوفي الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار المبارك، في هذا الشهر المبارك. فهو كيهضر وانا كنسمع الهضره ديالو، بصراحه كيهضر واحد الهضره زوينه، واحد الكلام موزون، ما قال حتى شي عيب. كيحط واحد الصوره ديال الاب ديالو باش الوليدات ديالو يتفكروا الاب ديالهم، ويبقى دائما يعني يتفكروا الجد ديالو. ولكن يا اخي بغيت غير نسولكم نتوما، واش ما كاين حتى شي واحد عاقل فيكم، لا بالنسبه لخوتكم ولا بالنسبه للعائله ديالكم، وتنعلوا الشيطان يعني وتحاولوا تصلحوا هاد العائله؟ احنا ما كنقولوش الصلح يعني دابا، لكن علاش ما جيتوش من جهه محمد؟ علاش محمد مسكين هملتوه وما جيتوش في الصف ديالو رغم ان محمد مظلوم؟ علاش جيتوا في الصف ديال العم ديالكم وانتم عارفين بان العم ديالكم ظالم؟ فهنا انا كيبان لي واحد علامه استفهام اخوتي العزاز كبيره. فالقضيه كتبان لي فيها علاش راه الانسان اللي عنده ضمير وكيشوف واحد ابن الاخ ديالو، ابن العم ديالو يعني مظلوم، خاصو يجي من الطرف ديال المظلوم، ما يجيش من الطرف ديال الظالم. فبزاف ديال الهضره اللي سمعت لك وعجبتني، ولكن ما عرفش شنو السبب اللي خلاكم ما تجيوش في صف محمد مسكين. لان محمد ما شفناه دار حتى شي جريمه، ما شفناه دار حتى شي حاجه اللي خايبه للعائله، بغى يخدم على راسو ويستقل براسو. فين كاين المشكل؟ فانتوما كاملكم كتبانوا لي مشريين من طرف صاحب القناه المليونيه، وهذا هو الواقع اخوتي، وما نكذبوش على راسنا. كيفاش هاد الناس كلهم جاو مع صاحب القناه المليونيه، ومحمد مسكين اللي كان معاهم ومساندهم وواقف معاهم وراجل، تخلوا عليه في الوقت اللي هو محتاجهم يكونوا جنبه. شكون اللي لقى العائله ديال الزوجه ديالو، عائله كعابل هما اللي لقى، لان حبيبك في الشده والرخفه كل ديالك. الشده اللي خصك تلقى فيها الحبيب اللي وقف معك، اما النهار اللي نكون مرخوف وفرحان فالناس كلها غادي تجي معايا كل ديالي، ولكن في الشده كتعرف الصديق من العدو. غادي نرجع معكم للموضوع ديال الصلح. كاين بعض الناس وبعض القنوات المنتقمه كيقولوا لك بابا علي طلب الصلح من ابن الاخ ديالو ولكن هو دفع به كبير. انا غادي نجاوبكم يا اصحاب القنوات، كما سماكم الاخ طنجاوي بالطباله، انا نزيدكم حتى الغياطه، طباله والغياطه ما تبقاوش غير طبلوا وتغيطوا، طبلوا في الهوته خاويه. لا، الصلح راه ماشي سهل. فين هو رد الاعتبار ديال محمد؟ فين هو رد الاعتبار؟ فين هو الدم ديال الوجاه ديال محمد والزوجه ديالو؟ واش جابكم الله هادشي سهل؟ كما كيقول المثل ديال الدارجه ديالنا، دخل الحمام بحال خروجو. سيد كيتهم ولد خوه بجريمه اللي ما ارتكباش، وشايه كاذبه والشهود الزور، ونزل عليه البطل الكبير، ويجي دابا يقول له الله يسامح عمي. تجيب لك الله الناس كيبيعوا الدم ديال وجههم، تجيب لك الله الانسان كيبيع الكرامه ديالو والشرف ديالو رخيص. ماشي لهاد الدرجه، لان اللي فيه النفس راه ما كيبيعش الدم ديال وجهه، ما كيبيعش الكرامه ديالو، لان الكرامه لا تباع ولا تشترى. يا اصحاب القنوات المنتقمه، هذه رساله موجهه لكم. فالصلح خصو يكون بالعماريه، الصلح فوق العماريه، وعادي يكون الصلح ورد الاعتبار لمحمد وراضيه والعائله كعابل. يعني محمد وراضيه اللي ظلمتوهم، والاخ بلال مسكين اشنو دار في ملك الله؟ اخ بلال اللي مازال ما مد يدو الحنه،
شاب في مقتبل العمر ديالو بغى يغرقو في الحباسات. شنو دار هاد بلال مسكين اللي كتشوفوه حتى اليوتيوب ما كيلوحش الفيديوهات؟ السيد بغى يتزوج وبغى يعيش الحياه ديالو، حتى هو ماشي من حقه. محمد بغى يخدم على راسو ويدير القناه ديالو ويستقل براسو، ماشي من حقه. واش هاد صاحب القناه المليونيه هاد الصعصع ديال بني احمد خصو الناس كلها تبقى كتخدمو؟ اللي كيعارض عليه، اللي كيتمختار عليه، اللي كيخدم عليه، اللي كيعمر له القفه، اللي كيطيب له، اللي كيجفف له، اللي كيخمل له. شكون انت في ملك الله؟ اش حاسب عند راسك بعدك؟ اش حاسب عند راسك؟ اشنو مستواك؟ قلنا اشنو مستواك؟ مستواك بالنصب والاحتيال على الدراوش، بالنصب والاحتيال اللي نصبتي على القنوات مساكين ونديتي لهم فلوس باش تشري الناس الضعفاء عاوتاني بالقفه. انت كتنصب على ناس باش تشري ناس. تخيلوا معايا، لا يعقل اخوتي العزاز. واحد نصب على قنوات ودالهم فلوسهم، انا كيبان لي نصب عليهم لان ما طلعت لهم لا مشاهده لا والو، كخصو يرد لهم الفلوس ديالهم، ولكن هو ساكت على القضيه وما بغاش يجبدها. غادي نرجع لواحد النقطه مهمه ومهمه جدا يا اصحاب القنوات المنتقمه. علاش ما كتكلموش على السلاح الابيض وعلى الجريمه اللي لفقوا محمد والاخ بلال؟ علاش ما كتكلموش عليها يعني في الانتقاد ديالكم؟ علاش واش صاحب القناه المليونيه هو اللي هددكم وقال لكم ما تجبدوش هذه القضيه ديال حمل السلاح باش ما تنغروش الراي العام؟ ما يجبدش، لان باش ما يجبدش نحال عليه، لان الا جبد نحال عليه غادي يعضوه. الا جبد النحال غادي يعضوه، هو من ديك العض ديال النحال خايف، لان عارف راسو اشنو داير. ولكن غادي نقول لكم القادم صادم، القادم غادي يكون صادم. النهار اللي غادي يدفع الثمن ما غيلقى اللي يعتقو. ما غينفعوش القنوات المنتقمه، لا ابدا ما غاديش ينفعوا القنوات المنتقمه، لان القانون فوق الجميع. القانون فوق الجميع، ماشي هو فوق القانون. لا، غادي يجي ان شاء الله الوقت وغادي يدفع الثمن غالي، كيف ما شفنا هذاك الدكتور التازي اللي كان معروف ودكتور مشهور وشكون وانت هذه، وراه كيخلص وهذا الشيء اللي غادي يوقع لصاحب القناه المليونيه الصعصع. ان علاش بغى يظلم ولد خوه، والظلم ما كيبغيه لا الله ولا العبد. الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه، فكيفاش غادي يبغيه على العباد ديالو؟ وسمحوا لي يا اخوتي العزاز، هذا هو الواقع، وخصنا نرضوا بالواقع ونقولوا كلمه الحق. والساكتون عن الحق شيطان اخرس. وحاشا واش نرضوا لنفوسنا نكونوا شياطين. الانسان اللي كيخاف الله عمره ما يرضي نفسه يكون شيطان. الساكتون عن الحق شيطان اخرس. سمعتوني يا اصحاب القنوات المنتقمه؟ يلي جايين، سمحوا لي، يلي جايين مع القناه المليونيه وما عندكمش الضمير، يعني انا في نظري ما عندكمش الضمير، لان الضمير منعدم عندكم. سمعتوني؟ الضمير منعدم. غادي نرجعوا للقضيه الثالثه اخوتي العزاز اللي هضرنا عليها، ديال الافراغ. الافراغ عمرك ما تحلم به، وحتى الا خرج محمد غادي تعوضوا، غادي تعطيوه التعويض. هنا غادي كنهضر غير على الناس اللي كيقولوا هو اللي خصو يعطيهم التعويض حيت ساكن في الارض ديالهم. على شحال هادي من عام فين كانوا ديك جدودو؟ فين كانوا باش هو سكن وبنى؟ القانون لا يحمي المغفلون. سمعتي؟ فين كانوا هاد جدودو؟ مالهم؟ كانوا مبنجين، هاد جدودهم ولا شنو كانوا؟ فهما اللي غادي يعطيو التعويض، غادي يعوضوه في الدار ديالو ديال المقدار والدار ديال السيما. وحتى محمد الا اضطر وخرج غادي يخرج براسو مرفوع، لان مسكين ما دار لا بيدو ولا برجلو. وهذا هو اللي كاين اخوتي العزاز. نتمنى نكون خفيفه وظريفه على قلوبكم. الى فيديو قادم ان شاء الله.